الإنسان بعد ما بيموت هل ممكن يشعر بالناس حوله ويعرف مين اللي بيتكلم وبيقول ايه والحديث اللي حوالين منه داير عن ايه؟ وهل بمجرد ما يدفن يتحرك ويجلس فعلا واقعي، يجلس فعلا للحساب؟ وهل ثقل وزن الميت بعد ما بيموت هل ده دليل ان هو كان كثير الذنوب؟ يعني هذه الأسئلة سوف نجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا حديثنا عن أحوال أهل القبور، فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن المسائل المتعلقة بأحوال الميت في قبره، هذه هي المسائل التي تتعلق بالميت في قبره. وهل يسمع ما يدور من حديث حوله؟ بيعرف الناس بتتكلم في ايه فعلا وهو ميت بعد ما تخرج روحه ونحو ذلك. هذه الأمور تعتبر من الغيب، غيبيات، الذي لا يجوز لك أن تخوض وأن تتكلم فيها إلا أن يكون هناك دليل صريح من الكتاب والسنة. يعني ما ينفعش تقول مثلا الميت بيحصل له كذا إلا لما يكون معك دليل من القرآن والسنة. اختلف العلماء حقيقة في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء، فمنهم من قال بأنهم يسمعون كلام الأحياء. في بعض العلماء قالوا إن الميت بيسمع كلام الأحياء حواليه، ومنهم من نفى ذلك. وبعض العلماء قال لا، ما بيسمعش، بمجرد ما بيموت بتنقطع علاقته بالدار الآخرة ويموت. واستدل المثبتون بأدلة. بعض العلماء الذين قالوا إن هو بيسمع قالوا هناك أدلة تثبت ذلك. ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الميت إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن الميت بعد ما يوضع في القبر والناس بتمشي من عنده بيسمع صوت النعال، فده دليل إن الميت بيسمع بعد موته. كذلك حديث خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلى بدر من المشركين بعد أن تركهم 3 أيام، بعد ما ماتوا ب3 أيام: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف. فسمع عمر رضي الله عنه ذلك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على الناس دي وهي ميتة بقالها 3 أيام، فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنا يجيبوا وقد جيفوا؟ يعني بيسمعوك ازاي وهيجاوبوا ازاي وهم أصلا ميتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم كان يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما حدث: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لها أو لما أقول منهم. يعني هم بيسمعوك يا عمر أكتر من سماعك ليا، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. هي دي الفكرة، إن هم سامعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم، لكنهم مش قادرين يجاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. رواه البخاري ومسلم. هذا دليل إن الميت بيسمع بعد موته. وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل الميت يسمع كلام زائره؟ يعني حضرتك لما بتزور الميت في قبره، تزور المقابر وتبدأ تكلمه، هل بيسمعك وانت بتكلمه، بيعرف انت بتقول ايه؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله: نعم، يسمع في الجملة، واستدل بالأدلة التي ذكرناها. كذلك ما ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسلام على أهل القبور فيقول: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث المعروف ده دليل برضو إن الأموات يسمعون، لأن هم لو ما كانوش بيسمعوا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نلقي عليهم السلام. قالوا: فهذا خطاب لهم، إن أنت بتخاطب الأموات، وإنما يخاطب من يسمع، إلى غير ذلك.
والقائلون بسماع الموتى منهم من قال بسماع الموتى مطلقا، ومنهم من قيد ذلك، يعني في ناس من العلماء قالوا إن الميت بيسمع كل شيء، وفي علماء قالوا يعني قيدوا السماع. هذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الكلام أو يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجيب أن يكون يعني هو في الحقيقة بيسمع كلام الأحياء. كذلك هو مش واجب أن يكون السمع له دائما، مش شرط أنه يكون بيسمع دائما يعني، بل قد يسمع في حال دون حال، وهذا السمع سمع إدراك، بيدرك، ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى، يعني إيه؟ اللي هو سمع القبول والامتثال، مش هيقدروا بقى إيه يرجعوا ويتبعوك ويسمعوا الكلام ويمتثلوا له مرة أخرى. كذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها سماع الموتى لكلام الأحياء، يعني قالت ما بيسمعوش، محتجة بقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور. وقد وافق عائشة جماعة من العلماء الحنفية وقالوا بأن سماع أهل القريب للنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا معجزة أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لك إن مثلا يعني إيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم، فالنبي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية للنبي، مش أي واحد يعمل كده، هذا كلامهم يعني. الذين وافقوا عائشة رضي الله عنها. وأما حديث يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فقالوا بأن ذلك خاص بأول الوضع في القبر، يعني لما بيوضع في القبر بس يعني. والحق أن هذه المسألة قد أطال العلماء فيها الكلام، اتكلموا فيها كتير جدا، ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن كثير حيث انتصر لسماع الموتى في تفسير سورة الروم، والحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القبور، وصاحب تكملة أضواء البيان، وقد انتصر الألوسي في الآيات البينات في سماع الأموات عند الحنفية. والحق الذي لا مراء فيه، خلاصة الكلام بقى في الموضوع ده، أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي. خلاصة الكلام بعد الخلاف والاختلاف أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يلزم أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، يعني هو كده كده بيسمع، بس ممكن في أحوال ربنا يحجب عنه سماع الأحياء كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما دعوى المخالفين الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل عليها في هذه المسألة، مفيش حاجة تثبت إن دي كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في موت قليب بدر أو القبر البئر يعني. وأما قولك هل بمجرد دفنه يتحرك ويجلس لحسابه، فقد ثبت في حديث البراء اللي ذكرناه قبل كده إن هو بتعاد له روحه في جسده مرة أخرى، والملائكة بيأتون إليه يجلسانه فيقولان، يعني الجلوس ثابت في هذه الواقعة إن هم بيجلسوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجلسانه، والجلوس يكون بالقعود يعني. وأما قولك إن ثقل وزن الميت بعد موته هذا دليل على كثرة الذنوب اللي عنده يعني، فالجواب أننا لا نعلم لذلك دليلا من الكتاب ولا السنة، والله أعلم. يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده ملوش دليل إن هو إيه كلما ثقل وزنه ثقلت ذنوبه، هذا غير صحيح، ليس عليه دليل من القرآن والسنة. وهذه الكلمات التي ذكرناها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا بها زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا وللمسلمين حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.